السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي المصطفى. يلا بقى نبدأ النهارده الفيديو بسيط جدا، وجبة عشاء او فطار تقدري ان انت تعمليها بكل سهولة جدا. وفر جامد جدا وبعيد عن الوفر كمان، تغيير وطعمها جميل جدا بجد، هتعمليها على طول. انا هحتاج بضايه ورغيف عيش بس. زي ما شفتوا هجيب البضايه هعملها الاول، هقليها اومليت كده زي ما انتوا شايفين. مش هحط لها كمون ولا ملح خالص وانا بعملها في الطبق. دلوقتي انا هحطها على الطاسه، مجرد بيض عادي كلنا بنعرف نعمله، احط بس حبه كمون ومش هحط ملح. هقليها كده على الوشين كويس جدا. وهيبقى معايا رغيف العيش المصري الجميل التحفه ده، هفتحه من الجنب كده واحط فيه ادهنه من الجبنه. جبنه عاديه، جبنه اللي هي العلب العاديه خالص. هحط كده ايه معلقه ومعلقتين حلوين، حسب انت حبك بقى للجبنه. بجد تحفة جدا، بس شوفي الفيديو للآخر هيعجبك جدا في الآخر. وهبدأ بقى ان انا احط البضاية. بصوا بضاية جت جميلة جدا ما شاء الله. هروح حطاها كده في قلب الايه الرغيف فوق الجبنة على طول وهي سخنة. ده جبنة بقى، ده اختياري، ده جبنة موتزاريلا. انا بشراها عشان تسيح اسرع، هي كانت في الفريزر ف بشرتها. هحطها كده، هفردها على فوق البيض كله كده. برضو لو مش متاح عندك عادي ممكن تقدري ان انت تعمليها كده من غير جبنه، بس بتبقى طعمها افضل. ما عندكيش موتزاريلا، لو عندك جبنه رومي برضو بتبقى خطيره. هجيب بقى الطاسه بتاعتي واحط فيها معلقه من الزبده. تقدري برضو لو زبده بلدي هتبقى تحفه. دي زبده عاديه اللي هي الفيرن او اي زبده عندك، تسخن جدا جدا، هتحطيها على الوش اللي هو فيه الجبنه عشان يسيح اسرع. بصوا اهو، بقى تحفة بجد، تحفة جدا جدا، مش قادرة اوصف لكم. بيبقى مقرمش كده، الوش اللي فوق مقرمش وجميل مع الجبنة اللي سايحة، بيبقى خطيرة جدا. وكمان بيبقى مشبع جدا. يعني هو دايما التغيير مطلوب، يعني بجد حلو قوي هيعجبكم. لو لسه بتتفرجوا عليا ما تنسوش اللايك والاشتراك. هبدأ بقى ان انا ايه اعمله كده بالراحة، هتلاقيه اتحمر معاكي. اهم حاجة معلقة الزبدة اللي بتحطيها في الاول تكون سخنة جدا قبل ما تنزلي عليها. ويتقدم كده بقى، تقدر ان انت تقدميه زي ما قلت لك في فطار في عشاء. بجد شكله جميل جدا. بصوا المطه برضو بتاعه الجبنه بتبقى خطيره. وزي ما قلت لك لو مش متاح جبنه خالص هيبقى برضو جميل. جبنه موتزاريلا ماشي، جبنه رومي برضو بيبقى حلو قوي. اتمنى بقى ان الفيديو عجبكم وبجد تجربوه. مع السلامه.